السلام عليكم بنات، لاباس عليكم مزيانين؟ نتمنى كلشي يكون على خير وبخير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا البنات راه مهم لاي وحده ولاي بنت ولاي مراه. وراكم عارفين البنات، اي مراه كتبغي راسها تكون زوينه، كتبغي راسها تكون البشره ديالها يعني انيقه، والبشره ديالها تكون رطبه، ويعني راه الوجه فينا البنات هو اي حاجه، الوجه المراه هو اي حاجه. المهم البنات، بلا ما نزيد نطول عليكم، انا جيت لكم البنات هذا الفيديو هذا لان انا عارفه اي امراه راها محتاجه الفيديوهات اللي كيكونوا يعني يعطيو واحد النظره للبشره. هذا الفيديو هذا البنات راه مجرب، انا ما كنحط لكم شي حاجه الا كتكون مجربه. بالنسبه هذا الفيديو هذا راه ماشي عاجبته حطيته لكم، هذا الفيديو هذا راني جربته قسما بالله البنات، الا انا عملته لوجهي راني ماشي كنحط لكم شي حاجه اللي هي هكاك عشوائيه، ولا كنحط لكم شي حاجه اللي مثلا هي قالوها لي ولا هذا، وكننزل لكم شي حاجه اللي هي مجربه. مهم البنات، هاد المكون هذا مكون من جوج حاجات، يعني من جوج حاجات، واصلا الثمن ديالها راه ما تعداش 10 دراهم. هذه البنات راه كتعرفها اي واحد كيعرفها، الشبه هي هذه، يعني كتجيبوها حاجره وما تكونش هي البنات مكركبه، وكتمشيو كتجيبو صابون، يعني اي صابون طبيعي. الصابون الطبيعي راه معروف، يعني اما صابون الطوس اما صابون الكف، هذا صابون الكف، وانتم شوفوا شنو كتستعملوا. وتالا ما كانش عندكم اصلا، هو من الافضل يكون الصابون هذا طبيعي. المهم كتجيبوا صابون سمحوا لي، كتجيبوا هذا الصابون هذا المهم كدوشوا به، ماشي تدوشوا به، مثلا ملي تبغيو تغسلوا وجهكم عملوا حتى 3 المرات ولا 4 المرات ماشي مشكل. يعني تغسل وجهك اي وقت بغيتي تغسل وجهك كتغسلو بهذا الصابون هذا، كتغسل وجهك بهذا الصابون هذا عادي، بما بارد ولا ما دافي، ولا من الافضل ما بارد. وراكم عارفين دابا هاد الحراره هذه من الافضل ما بارد، وراه الماء كيكون سخون اصلا. يعني شنو باش كتفتح ديك البشره وصافي. باش كنعطيكم انا هاد سميتو هذا بالنسبه للناس اللي الله يحسن لهم، كاين اللي عنده البشره يعني ما كيدها لا حتى شي حاجه، ما كيعدل لا حتى شي حاجه. ملي كتغسل وجهك بالماء سخون شويه رطيطو كيفتح البشره، كيحل ديك المسامات الوجه، وكتغسلوه به عادي، كدوزوه على وجهكم هكا عادي. يعني اي منطقه بغيتي تحك فيها الشبه، كتجيب الشبه وما كتكونش مكركبه، كتكون يعني هكا ملسه هكا باش كتدخل لك في ديك البشره ديالك، وكتبقى دوزها على وجهك، لان الا كانت مكركبه ما كتقدرش تدوزها على البشره ديالك. كتبقى دوزها على وجهك كامل الوجه ديالك، العنق، كتبقى هذا بحال اللي غتماسي بها، كدوز على وجهك من هنا ومن هنا ومن هنا، المهم كدوز على وجهك كامل البلايص اللي عندك فيهم التجاعيد. بالنسبه لي واخا تكون في عمرك شحال ما كان في عمرك، كدوز على وجهك كامل هكا صافي. يعني كدوز على وجهك، على عنقك، على اي بلاصه كتحس بها يعني فيها التجاعيد، وانت كتماسي ما تفوتش سميتو. دابا كنعطيكم هاد الحركه بحال هكا، ما تفوتش 10 دقائق ولا 5 دقائق. المهم كيفاش توصل لديك البلاصه اللي عندك فيها التجاعيد، وانت كتماسي على وجهك. المهم يعدلوها البنات بالنسبه للناس اللي اللي عندهم التجاعيد كتر، عاد ثلاثه المرات في النهار ماشي مشكل. لا بغيتي على حسب، 3 المرات، 2 المرات، 4 المرات، كيما تغسل وجهك عدلها. وشوفوا البنات ديك الخطوط البنات اللي كيكونوا في الجبهه ديالنا وداكشي كيبقاو يتسمحوا شويه بشويه. هي هاد الشبه بحال اللي كتعزف، كتجبد البشره، كتجبد البشره. وراه البنات ماشي شي حاجه اللي زعما تكلفوا بها، ولا هانتوما كتشوفوا الشبه ما كتعداش 2 دراهم 3 دراهم.
والصابونة كذلك 5 دراهم 4 دراهم، يعني ماشي شي حاجة اللي تكلفهم ولا غتمشي وراها. كنعرف أنا شحال من بنت كتمشي للفرماسي كتخسر شحال كتخسر على راسها والنتيجة ما كايناش. ونتمنى أي وحدة شافت هاد الفيديو تبارطاجي وتخلي لي لايك واشتراك. والبنات اللي ما سقطلهمش هاد الوصفة هادي يرجعوا لعندي وعملوا لي ونيتو في التعاليق. والسلام عليكم.